قبل ما نبدأ الحكاية، اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تحطولي لايك علشان اعرف ان القصة عجبتكم. ويلا بينا نبدأ الحكاية. اسمي نور. بتبدأ حكايتي وانا عمري 19 سنة. كنت عايشة في بيت عيلة، يعني بابا عايش هو واخواته في نفس البيت. اتربيت مع ولاد عمامي، كلنا اخوات في بعض، بنحب بعض وبنخاف على بعض وبناكل مع بعض. كل ولاد أعمامي كانوا أصغر مني في السن، مفيش غير أحمد ابن عمي اللي كان يكبر عني ب4 سنين. أحمد كان ليه صديق أكتر من أخ، لأن هما أصحاب من لما كانوا في الدراسة. أحمد عمره ما دخل حد من صحابه بيتنا، هو محمد بس اللي كان بيدخل. كلنا كنا واخدين عليه وهو كمان واخد علينا، ومع مرور الأيام ابتديت ألاحظ إن محمد بيعاملني معاملة خاصة، بمعنى انه بيهزر معايا، لو شافني بطلب اي حاجه من احمد بيجيبها لي وهو جاي المره الجايه. واحمد طبعا ابتدى يلاحظ ده وما عجبهوش الوضع، فما بقاش يخلي محمد يجي عندنا البيت. وانا طبعا كنت اعجبت بمحمد جدا لانه كان بيعمل علشاني كل حاجه. طريقته معايا خلتني حبيته من غير ما احس. في يوم كنت مروحه من الجامعه بعد يوم تعب طويل، لقيت محمد واقف عند باب الخروج. استغربت جدا ورحت له، قلت له ايه يا محمد اللي جايبك هنا؟ انت مستني حد ولا ايه؟ قال لي لا انا مستنيكي انتي. قلت له باستغراب خير يا محمد، في حاجه ولا ايه؟ قلقتني. قال لي لا مفيش حاجه، انا بس كنت عايز اتكلم معاكي شويه. انا مش عارف الفتره اللي فاتت دي احمد ابن عمك ابتدى يتغير معايا، وكل لما اقول له عايز اجي اقعد عندكم شويه او اجي اقعد معاكي يقول لي لا انا هجيلك على القهوه، مع اننا مش بتوع قهوه ولا بنحب قعده القهوه. ولما بيجي يقعد معايا ما بيكملش ال5 دقايق ويمشي. انا والله اتعودت من وانا صغير ان انا باجي عندكم وبنقعد نتكلم مع بعض ونهزر مع بعض، وعمري في حياتي ما طلع مني حاجة غلط علشان مثلا يمنعني اني اجي عندكم. قلت له يمكن علشان زمان كنا صغيرين، اما دلوقتي احنا كبرنا. طبعا انا كنت عارفة احمد ابن عمي منعه ليه، لان الفترة الاخيرة محمد افور قوي. زي ما قلت لكم لما كنت بطلب حاجة من احمد ابن عمي كالعادة، لان احمد ابن عمي يعتبر اخويا، كان بيروح هو يجيبها لي ويدهاني قدام احمد، واحمد طبعا كان بيتضايق جدا. ومن يوم ما احمد لاحظ نظرات محمد ليا وهو منع ان محمد يدخل البيت خالص، وانا عارفه ده، بس ما رضيتش اقول لمحمد علشان ما يزعلش. لقيت محمد بيقول لي ممكن اعزمك على حاجه تشربيها؟ قلت له والله يا محمد انا هلكانه ومحتاجه ان انا اروح واكل. قال لي طيب ايه رايك اعزمك على حاجه تاكليها؟ قلت له طيب هو في حاجه عايز تقولها لي؟ قال لي ايوه في حاجه مهمه عايز اتكلم معاكي فيها، تسمحي لي؟ قلت له خلاص ماشي، نشرب حاجه كده ونقعد نتكلم على روقان. قال لي طيب تعالي. قعدت معاه في كافيه وابتدى ان هو يتكلم ويحكي لي حاجات غريبه ومريبه وما كنتش فاهمه منه اي حاجه. قلت له هو في ايه يا ابني؟ ما تنجز، انت عمال تلف وتدور ليه؟ قال لي بصي هو انا ناوي ادخل البيت من بابه، بس انا بصراحه عايز اخد رايك في الاول علشان ما ترفضنيش. هنا بقى ابتديت افهم هو عايز ايه، بس برضه فضلت ساكته واقول له اه كمل خير، عايز ايه بقى؟ قال لي انا من زمان قوي معجب بيكي وبحبك، لكن خايف اطلبك ترفضيني. قلت له انا هرفضك ليه؟ قال لي يعني انا لو جيت خطبتك هتوافقي بيا؟ قلت له ان شاء الله خير. فرح جدا وقال لي انا ما كنتش مصدق ان انت ممكن توافقي بكل السهوله دي، انت كمان كده ممكن تكوني بتحبيني على فكره. قلت له يمكن يا محمد. فضل يضحك وكان مبسوط قوي وقال لي على فكره انت عمرك في حياتك ما هتندمي انك وافقتي عليا. وفي نفس اليوم راح خطبني من بابا، وطبعا بابا لان عارف محمد وعارف اهله كلهم وافق على طول. بعد ما قرينا الفاتحة ومحمد وأهله مشيوا، لقيت أحمد ابن عمي بيكلم بابا بزعيق عكس ما احنا متعودين منه. انت ازاي يا عمي توافق على طول كده؟ مش المفروض نسأل عنه الأول؟ قال له يا ابني انت اتجننت، ده صاحبك واخوك من زمان قوي. انت اللي بتقول كده يا احمد؟ طيب والله انا ما مصدق يا ابني. قال له انا ما اقصدش يا عمي، بس الناس هيقولوا علينا ايه؟ انت وافقت على طول من غير حتى ما تقولهم شويه وارد عليكم. كان متعصب ومتضايق وهاين عليه يقوم يجيبني من شعري. انا ما كنتش عارفه ايه رد فعله الغريب ده. انا قلت ممكن يكون مثلا متضايق علشان ما خدتش رايه، او مثلا حس ان انا مياله ليه من غير ما اعرفه، لان انا واحمد قريبين من بعض. بعد ما كل واحد راح اوضته، احمد رن عليا وقال لي هو ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ قلت له انا مش فاهمه يا احمد انا عملت ايه. قال لي اشمعنى محمد يا نور؟ قلت له شاب محترم وعارفينه ومتعلم وكويس ومن عيله كبيره، ارفضه ليه يا احمد؟ قال لي كنت صبرتي، انا عارف محمد، انا معاشره، انت مش هتعرفيه اكتر مني. قلت له هو بكره لما عاشره هعرفه، انا ما قلتلكش ان بكره اصبح هتجوزه. قال لي خلاص يا نور، بس ما تبقيش ترجعي تعيطي. قلت له ربنا ما يجيب عياط يا احمد. قفل التليفون في وشي، ومن يوميها ما اتكلمش معايا نهائي، وما اجتمعش معايا في مكان واحد حتى يوم الخطوبه ما حضرهاش، وقال انه عنده شغل. بابا اتفق مع محمد واهله اننا هنتخطب سنه. في السنه دي كنت انا ومحمد مع بعض زي السمنه على العسل، خروجات وفسح وهدايا وزيارات كتير بين اهله واهلي.
ما كنتش بشتري اي حاجة لشقتنا من غير ما هو يكون شايفها وعجباه، وهو كمان ما كانش بيعمل اي حاجة في الشقة غير لما اقوله تمام الحاجة دي عجباني. كنا مبسوطين جدا وحياتنا كويسة، بتعدي السنة الخطوبة وبنتفق على ميعاد كتب الكتاب والفرح. وطبعا طول الفترة دي احمد ولا بيكلمني ولا بيكلم محمد بدون اي سبب. انا كنت عايزة اعمل كتب الكتاب في يوم والفرح في يوم. بابا قال لي مش هينفع نعمل يومين يا بنتي علشان اهلك يكونوا جنبك، ده لحد دلوقتي محدش يعرف انت هتتجوزي مين، لان احنا في منطقة غير البلد بتاعتنا. يعني احنا البلد بتاعتنا الاصلية في محافظة واحنا عايشين في محافظة تانية خالص، ومفيش حد من قرايبنا في المحافظة دي، لان جد الله يرحمه ساب بيت العيلة الكبير وجه اسس حياته في محافظة تانية بعيد عن المشاكل، لان زي ما انتوا عارفين بيوت العيلة كلها مشاكل. وربى بابا وعماتي وعمامي على الحب وعلى ان هما يكونوا دايما ايد واحدة، يخافوا على بعض ويحبوا بعض، اللي كان مفتقده في اخواته وخلى بابا واخواته يعملوه مع بعض. المهم انا زعلت جدا لما بابا قال ان انا مش هينفع اعمل غير يوم واحد علشان قرايبي ييجوا من البلد يحضروا معايا الفرح بتاعي. قلت له يا بابا بس انا مش هتجوز كل يوم. قال لي يا حبيبة قلب بابا انا معاكي، لكن دلوقتي انا لو عملت لك اكتر من يوم هتحضري الفرح لوحدك؟ ينفع محمد يجي باهله وانت تبقي بطولك؟ قلت له خلاص يا بابا اللي انت شايفه اعمله. رحت انا ومحمد حجزنا الكوافير وجبت الفستان والجزمة وكل حاجة، وقبل كتب الكتاب بيومين اتنين بس لقيت محمد جاي يقول كل شيء اسمه ونصيب. كلنا اتصدمنا من كلام محمد. رديت عليه وقلت له وانا عملت لك إيه علشان تعمل فيا كده؟ ده احنا عزمنا الناس والناس جايه من البلد، انت بتهزر بتعمل فيا مقلب صح؟ قال لا انا بعملش مقلب، انا عمري في حياتي ما هتجوز واحده زيك مش تمام. احمد ابن عمي مسك محمد نزل فيه ضرب، وفضلوا هما الاتنين يضربوا ببعض وكل العيله تسلك ما بينهم. وبعد 5 أو 10 دقايق قدروا ان هما يبعدوهم عن بعض. بابا مسك محمد وقال له انا كنت بعتبرك يالا زي ابني، كلمني كده راجل لراجل وقول لي بنتي عملت ايه وانا اشوف الدنيا هتتحل ازاي. قال له بنتك عملت ايه؟ بنتك المحترمه بتكلم رجاله وبتروح تقابلهم بره من وراكم، وادي الشات برقمها ما بينها وما بين اكتر من راجل بتكلمهم وبتاخد منهم فلوس علشان تروح تقابلهم. جريت وانا جسمي كله بيتنفض، خدت منه التليفون وبصيت فيه، الرقم رقمي لكن انا ما كتبتش كده. احمد مسك مني التليفون وحطني ورا ظهره وقال لبابا والعمامي والكل اللي واقفين نور استحالة تعمل كده، نور اخرها تروح الجامعة يا عمي. بابا قال له انا عارف بنتي كويس. يا محمد انت عايز تسيب بنتي قبل الفرح بيومين؟ انت عايز تفضحنا يا ابني؟ اللي انت عايزه هعمله لك لكن ما تعملش في بنتي كده. ولسه كان هيتوسل له احمد قال له عمي مش ده اللي هتتحايل عليه، بنت عمي هتبقى مراتي كمان يومين. محدش من العيلة يعرف نور اتخطبت لمين، خليها تبقى مفاجأة، كلهم اصلا كانوا عايزين انا ونور نتجوز. اول ما احمد قال كده بابا فرد ظهره وقال لمحمد اخرج بره يا كلب، ورجليك ما تخطيش بيتنا، واسم بنتي ما يجيش على لسانك. واحمد مسك التليفون فرمت كل اللي عليه. وهو خارج بصيت له بكسره وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل، لانه صدق فيا كده واحنا بقالنا سنه مخطوبين ما شافش مني اي حاجه وحشه. كنت موجوعه ومكسوره ومضغوطه وتعبانه، كل حاجه في الدنيا كانت وقفت بالنسبة لي في الفترة دي. أنا كنت مجهزة كل حاجة، الشقة، الدهانات، الستاير، كل حاجة جايباها على ذوقي ومجهزة شقتي. مرة واحدة كل ده بيختفي. بس اضطريت ان انا وافق على كتب الكتاب، وافق ان انا اتجوز احمد علشان خاطر الفضايح. بعد يومين جه ميعاد الفرح، كله كان فرحان ومبسوط، في اللي كان مصدوم وفي اللي كان متفاجئ ان انا اتجوزت احمد، وفي اصلا اللي كان واثق ان انا واحمد هنتجوز. الفرح بيخلص على خير وبنطلع شقتنا اللي في نفس بيت العيلة اللي كلنا قاعدين فيه. احمد بيبوس راسي وايدي وبيقول لي انا مش مصدق نفسي يا نور، انا حاسس ان انا بحلم. انت عارفة انا بحبك قوي، انا كنت بحلم باليوم اللي هكون فيه معاكي. طبعا انا ما كنتش مصدومة لاني كنت حاسة بده. قال لي انا عارف ان كل حاجه انت كنت مخططه لها باظت، بس ممكن تديني فرصه يا بنت عمي؟ قلت له ماشي يا احمد، كتر خيرك ان انت وقفت جنبي اصلا. قال لي اوعي تقولي كده تاني، ده انت اللي كتر خيرك انك وافقتي عليا، ده انا لو ما كنتش اتجوزتك يا بت ما كانش في حد هيرضى بيا. فضلت اضحك في اليوم ده وفضل يضحك فيا. قضينا اليوم ده كله هزار واكل وشرب بس. وتاني يوم ابتدينا حياه جديده، بقيت مراته قدام الناس وقدام ربنا. وبعد 3 شهور بالظبط من جوازنا ربنا رزقني بالحمل. كنت فرحانة، لكن فرحتي ما دامتش، لاني كنت ماسكة تليفون احمد بالصدفة ولقيت فيه شتات بينه وبين ابن عمي التاني. الكلام ما بينهم كان معناه ان هم عملوا الحوار بتاع الشات ده وبعتولي محمد علشان الجوازة تتفشكل. يعني كل حاجة حصلت احمد كان مدبر لها. زعلت قوي وحطيت في نفسي،
لاني بسببه كنت هموت. انا اتحطيت في موقف ما اتمناش لاي واحده تتحط فيه. رحت لبابا وحكيت له. بابا قال لي هسألك سؤال يا نور، بقالك قد ايه متجوزه؟ قلت له 3 شهور يا بابا. قال لي احمد عمره زعلك؟ قلت له ابدا يا بابا. قال لي اللي انا شايفه الواد يتمنى لك الرضا ترضي، دهب وهدايا وفلوس وكل اللي انت تتمنيه تحت رجليكي. جوازك من محمد لو كان تم ما كانش هيوفر لك ربع اللي انت فيه دلوقتي. ده غير ان احمد بيحبك والعيله كلها عرفت ده، خصوصا لما اتخطبتي. الغيره في عينيه كانت فاتحاه يا بنتي، ده ما كانش بيدخل البيت اليوم اللي خطيبك بيجي فيه. احمد بيحبك يا نور، واللي يعمل كل ده علشان واحده يبقى بيعشقها مش بيحبها بس. سامحي يا بنتي وما تفتحيش معاه الموضوع، عيشي علشان خاطر اللي جاي. وبس راسي. ساعتها انا طلعت شقتي وقعدت مع نفسي افكر. قارنت احمد بمحمد، لقيت ان احمد احسن من محمد 100 مره في كل حاجه. على الاقل احمد دايما واقف في ظهري، ولما كنت اغلط وانا صغيره كان يقف قدامي ويتحاسب بدالي. اما محمد مع اول غلطه رماني من غير حتى ما يعرف اذا كنت انا غلطت ولا لا. ومش بس كده، ده اتهمني في شرفي وغلط فيا جامد قوي. اول ما طلعت الشقه زينتها وعملت اكله حلوه وفضلت مستنيه يا احمد. اول ما جه حضنته وبوست راسه وقلت له يا احمد انا عامله لك مفاجاه حلوه قوي. قال لي هي في مفاجاه اكتر من ان انا اتجوزتك؟ قلت له ايوه انا حامل. خدني في حضنه وفضل يلف بيا، بص راسي وايدي وقال لي انا عمري في حياتي ما كنت متخيل انها ابقى مبسوط كده. الحمد لله ان انا اتجوزتك، وحاليا احنا عايشين مع بعض كويسين وفي منتهى السعاده. ربنا يسعدكم ويفرحكم زي ما مفرحني. وكده القصه خلصت. سلام.